تألق يوسف البلايي في المباراة تجلى بوضوح عبر تسجيله للهدف الأول، مما يعكس مهاراته العالية في اللعب. لقد كان هدفه بمثابة دفعة معنوية هائلة للفريق، مما زاد من شعورهم بالثقة. بينما تتضمن المباراة العديد من اللحظات الحاسمة، نجد أن تصدي الحارس للكرات الخطيرة كان له تأثير كبير. فقد كانت هذه التصديات هي العامل الرئيسي في الحفاظ على نتيجة المباراة، إذ أظهرت براعة الحارس في المواقف الصعبة. علاوة على ذلك، كان لمصطفى فتحي دور فعال أيضا في المباراة، حيث تمكن من تسجيل هدف مذهل قبل نهاية الشوط الثاني. لقد كانت مهاراته في المناورة والتسديد واضحة للعيان، مما أضاف لمسة سحرية للمباراة. ومما زاد من إثارة المباراة، سجل ليفاندوفسكي هدفين، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز فرص برشلونة للوصول إلى الأدوار النهائية. لقد كان تألقه ملحوظا خلال الشوطين، مما جعل الجماهير تعبر عن حماسها. على صعيد آخر، استغل برشلونة الأخطاء الدفاعية للفريق الخصم وسجل أهدافا بسهولة نسبية. لقد ساهمت التحركات السريعة والتكتيك الجيد في تحقيق الفوز، مما أضاف طابعا مميزا للأداء. الفريق سجل 4 أهداف في المباراة، وهو ما يعكس القدرة الهجومية القوية التي يتمتع بها. لقد كان الأداء الجماعي للاعبين مميزا، حيث أظهروا تنسيقا رائعا بينهم. وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من المخالفات خلال الشوط الأول، مما أثر على سير المباراة وخلق توترات بين اللاعبين. وقد كانت هناك بطاقات صفراء تم توزيعها، مما ساهم في زيادة حدة المنافسة. كما تسيد فريق المصري في بداية الشوط الثاني، حيث خلق فرصا جيدة للتسجيل، ولكن تلك الهجمات لم تثمر عن أهداف، مما يدل على التنظيم والترتيب في الهجمات. في المقابل، حاول الزمالك تنظيم صفوفه واستعادة السيطرة على الكرة، ولكن المصري ضغط بقوة على دفاع الزمالك. وكانت هناك محاولات هجومية متكررة من الفريقين، مما جعل المباراة مليئة بالإثارة. برز فخر الدين بن يوسف في الهجوم بتسديدتين متتاليتين، لكنه لم يتمكن من هز الشباك، مما يدل على تحركاته الجيدة. هذا يعكس قوة الفريق في الهجوم رغم عدم تسجيله للأهداف. ختاما، تعددت الفرص الضائعة من قبل عبد الله، حيث كان بإمكانه التسجيل لكن الدفاع كان حاضرا بقوة. هذه اللقطات تبرز أهمية التركيز في اللحظات الحاسمة، مما يشير إلى ضرورة تحسين الفعالية الهجومية. كما شهدت المباراة العديد من الهجمات المرتدة، حيث قام زيزو بتمريرات رائعة، ولكن نقص الدقة في اللمسات الأخيرة أفسد الفرص المتاحة. هذا يعكس حاجة الفريق لتحسين إنهاء الهجمات وجعلها أكثر فعالية.